وحشني وانت قصاد عيني وشغلني وانت بعيد، وحشتنا قوي يا اهلي. اهلا يا عم. تشرب حاجه حاجه ساعه لو سمحت، وعندك واحد شاي بحريق. يوم الجمعة الساعة 9 ماتش الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري هيتلعب في الجزائر، مباراة من دور المجموعات دوري أبطال أفريقيا، هتكون المباراة الرابعة في دور المجموعات. أخيرا هنرجع نتفرج على الأهلي بعد غياب شهر ونص من آخر مباراة اللي الأهلي فاز فيها بكأس السوبر مع فيوتشر، ومباراة بصراحة مش هتكون سهلة أبدا مع شباب بلوزداد، وهكلمك عن استعدادات الأهلي للماتش واستعدادات شباب بلوزداد وتشكيل المتوقع للأهلي في المباراة. بس قبل ما نبدأ كلام عايزك تصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان نتابع مع بعض ماتشات الاهلي في دوري ابطال افريقيا. ويلا بينا نخش في الموضوع. مبدئيا يا صديقي لازم تبقى عارف ان موقف الاهلي معقد في المجموعه، وزي ما انت شايف كده تحت ترتيب المجموعه، الاهلي الاول ب5 نقط، بعديه يانج افريكانز برضه ب5 نقط، بعد كده ميدياما وشباب بلوزداد كل نادي معاه 4 نقط، يعني كل الاحتمالات مفتوحه واي نادي ممكن يصعد من المجموعه. الحقيقه الموقف المعقد والمعتاد بالنسبه لنا في دور المجموعات دوت ان احنا لازم نكون قاعدين بالاله الحاسبه، كان نتيجه ان ال3 ماتشات اللي فاتوا احنا كسبنا ميدياما هنا في مصر، وبعد كده تعادلنا مع يانج افريكانز هناك على ارضه، وبعد كده تعادلنا مع شباب بلوزداد هنا في مصر في المباراه اللي كان فيها اكتر من فرصه ضاعت بسهوله، ومباراة بصراحة كانش المفروض تضيع، وهي دي المباراة اللي عقدت معانا شكلنا ومنظرنا في المجموعة. لازم كمان تبقى عارف ان احنا رايحين نلعب شباب بلوزداد وهو عنده نقطتين بيدوله افضلية عننا في الماتش ده. اول نقطة طبعا ان الماتش هيكون على ارضه وسط جماهيره في الجزائر، مباريات عموما في الجزائر بتكون صعبة مش سهلة، وجمهور الجزائري جمهور قوي جدا وبيكون له ضغط وتأثير كبير في الملعب، فدي اول افضلية لشباب بلوزداد. تاني افضلية ان الدوري الجزائري ما كانش واقف الفترة اللي فاتت، الدوري الجزائري كان شغال عادي، شباب بلوزداد لعب حوالي 10 ماتشات في الدوري الجزائري وما كانش فيه توقف بسبب بطولة افريقيا، لان منتخب الجزائر كله بيعتمد على لعيبة محترفة وما كانش فيه اي لعيبة من الدوري المحلي، فالدوري كان شغال عادي وما كانش فيه توقف. بعكس عندنا في النادي الاهلي، فالنادي الاهلي ما لعبش غير ماتشات وديه وماتشات تجهيزيه ومعسكر بتاع الامارات، فده بيدي افضليه شويه للنادي الجزائري ان هو رجله في الملعب ولاعيبته جاهزه وبتلعب مستوى قوي في الدوري الجزائري. نقطه كمان هتسبب مشكله لينا احنا في الاهلي وهي الاصابات، عندنا عناصر مهمه كتير مصابه، وعندنا اكتر من لعيب اساسي وكمان لعيبه احتياطي مصابه. لو حبينا نتكلم عن اهم الاصابات، انت بتتكلم في محمد الشناوي الحارس الاساسي بتاعك واهم واحسن حارس في مصر مصاب واصابته هتطول، فاللي هيلعب معانا ماتش مصطفى شوبير اللي هو مش اساسي دايما واللي رجله مش في الملعب على طول، لكن هو اللي هيلعب الماتش الجاي. وطبعا كل الدعم لمصطفى شوبير، انا عارف ان شوبير عنده امكانيات عاليه، وان شاء الله بشويه تركيز وشويه تدريب باذن الله يكون هو حارس مصر الاول، وانا عندي ثقه فيه وحاسس انه الفتره اللي جايه ان شاء الله هيسد فراغه ومش هيحسسنا بغياب محمد الشناوي. الغياب والاصابه الثانيه المؤثره هي بيرسي تاو اللي كان بيشارك مع منتخب جنوب افريقيا لحد يعتبر نهايه بطوله افريقيا، رجع من كوت ديفوار وهو مصاب وعنده اجهاد عضلي، فمش هيشارك معانا في شباب بلوزداد، هو هيكون جاهز بعد كده، لكن بصراحه احنا كنا محتاجينه في ماتش زي ده. بيرسي تاو لعيب مؤثر ومن اللعيبه اللي بتشارك بشكل كبير في نقل الكوره من الدفاع للهجوم، والارتداد السريع اللي بيعمله بيرسي تاو بيبقى له دور كبير قوي مع الاهلي، وللاسف هنتحرم من الدور ده في الماتش. كمان عندنا احمد نبيل كوكا مصاب، ده غير وفاه والده اللي حصلت الايام اللي فاتت، ربنا يرحمه يا رب وبنعزيه في وفاة والده. اليو ديانج كمان رجع من المنتخب بتاعه مصاب، حتى المهاجم الجديد الفلسطيني اللي جبناه وسام ابو علي اتصاب في معسكر الامارات بشد في الخلفيه، وللاسف مش هيكون جاهز ومش هيقدر يشارك في ماتش شباب بلوزداد. كل الحاجات اللي انا قلتها لك دي تخلي الماتش يكون صعب جدا على النادي الاهلي، خصوصا ان الاهلي محتاج يكسب. الاهلي عنده ماتشين من ال3 اللي جايين بره ارضه، ماتش شباب بلوزداد وماتش ميديام، اقل تقدير واسوأ الظروف تتعادل مع الاثنين هناك، صعب جدا ان انت تخسر اي ماتش من الماتشين دول، والا هتخش في حسبة بيرما والدنيا هتبقى وحشه قوي معاك في دور المجموعات. ونرجع بقى للآلة الحاسبه اللي ما بتفرقناش في دور المجموعات في دوري ابطال افريقيا. اما عن التشكيل فبصراحه بتوقع التشكيل اللي انا هقول لك عليه ده هو اللي ممكن جدي كولر يبدا بيه المباراه. هيكون في حراسه المرمى طبعا مصطفى شوبير، على اليمين الاقرب ان احنا نبتدي بمحمد هاني، جنبه عبد المنعم وياسر ابراهيم 2 مساكين، وعلى الشمال علي معلول. في نص الملعب هيكون مروان عطيه
وامام عاشور يا رب يكون جاهز من الاصابه بتاع المنتخب دي، لان انا مش عارف هو جاهز ولا لا، بس هو غالبا يعني بنسبه كبيره حاليا جاهز. فنص الملعب يكون مروان عطيه وامام عاشور ومجدي قفشه، وفي الهجوم حسين الشحات ورضا سليم اللي الحمد لله رجع من الاصابه الفتره اللي فاتت وكان بيشارك في معسكر الامارات وشارك في الماتشات الوديه اللي هنا. وفي قلب الهجوم هيكون موجود انتوني موديست اللي الفتره اللي فاتت قدر يجهز بدنيا كويس وكان بيشارك في معسكر الامارات وعمل اداء ومردود طيب مع النادي. نتمنى بقى نشوف حاجه من موديست بقى، نتمنى بقى نشوف اللعيب الفرنساوي الاوروبي بقى اللي جابوه لنا ده، عايزين نشوف منه حاجه، عايزينه يطلع نار. ايه يا عم بلاش يطلع نار، عايزينه نشوفه بيطلع قماش حتى، اي حاجه يا عم موديست بالله عليك. وبس كده يا عم، ده كان رايي في ماتش الاهلي وشباب بلوزداد اللي انا شايفه هيكون ماتش صعب قوي، ويا رب يرجع الاهلي منصور كده ونرجع مبسوطين باذن الله من الماتش. استنى اسمع كمان رايك في الكومنتات، قول لي التشكيل اللي انت بتتوقعه للاهلي ايه، وقول لي تتوقع الماتش يخلص كام، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه عشان نتفرج مع بعض على ماتشات الاهلي الجايه، وما تنساش كمان اللايك والشير، واشوفك بخير.